رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. الحلقة التانية من برنامج رامز جاب من الآخر. تابع الفيديو لحد النهاية ومستني ايه؟ انزل دلوقتي واعمل لايك للفيديو واشترك معايا. يظنون ان الفرنج بالخناق والعند ومن اقوال الشهيرة ولا بسلامتك بكيه ولا بسلامتك شكيرة. حوارات حكايات واكلين في دماغنا عشان تفاهات. حوارات حكايات فاضيين احنا القصر الجبهات. عايشين بايظين وده في التلقيح قال يعني حويط. هرشين قريب طالعين على فغير كترندات. بلا زيطة مش ناقصة حوارات عبيطة. على الهادي يتثبتوا على تظبيطة. ولا فرقالي انا الشقوة دي مجالي. كده خلصانة يا شقي سهلة وبسيطة. رامز جاب في الاخر التاخر واظبط نفسك منك ليه. هنا بالصلاة على النبي هتحاسب على حواراتك ملناش فيه. يا جدعان مش هتختم عدل. الحمد لله على السلامة واسفين على الرخامة. اللي يسمع كلامي ويمشي ورايا لازم يستحمل ازاي. رامز انت بتهزر والله العظيم. طب كده يا رامز اهلا بيكم في رامز جنب الاخر. فلتبدا المساخر. انتوا دلوقتي في الاوضه السوداء لان ليلتكم هتبقى سوداء. انتوا متهمين بان انتوا اقتحمتوا المجال. ايوه ومليتوه بالاداء العشوائي. احنا والكوميديا الغير هادفه. هنموت هنا هنموت والله. بسمتك يا اسس. اللي بيعمله محمد ثروت في لبسه ده بيضحك؟ جاوب. الصراحة اوكي ثروت أسس بيضحكك أكتر ولا علي ربيع ولا الاتنين دمهم تقيل؟ لا أسس طبعا. أسس هوبا. انتوا كدابين. انتوا كدابين وبتهزروا وتستحقوا العقاب لأن انتوا فاكرين إني بهزر. دخل الوحش. شفت اللعبة؟ شفتوا يا جدعان؟ لا انتوا مش صراويح. سؤال يا اسس سؤال. اللي بيعملوا ده تشويه للكوميديا ولا جاوب؟ قول بيشوه الكوميديا. بتغير موقفك يا جمال. بتغير موقفك. دخل الوحش. لا والنبي لا شغل السر ناحية الكلب على هذا. شغل السر. لا والنبي اجري يا دخل الوحش. لا اسس بيجري جرية البطريق. ثروت الواد ده بيضحكك ولا دمه تقيل؟ يا عم بيضحكني صاحبي. بيضحكك دخل الوحش. يا عم لا ثانية انا دمي شاف. بيضحكك ولا بيضحكك ولا يا عم الله يخرب بيتك. بس خلاص دخل وحش. بيضحكك ولا دمه تقيل؟ بيضحكني. لا برضه؟ ايوه. لا قول له قول له انا دمي تقيل. انا دمي سيب. لا ابص. لا اسعد. دخل الوحش. لا قول له قول له اوعى انا بس من قدامي. اثبت يا اسعد. بس خلاص اثبت على موقفك يا ابني. لا دلوقتي اهلا بيك في الغابة المفتوحة بتاعتنا. دي ايه ده؟ لا ما تقلقش بس اهدى يا ما تقلقش بس اهدى ما تقلقش انا. لا معاك مدرب اسود في القفص. ثروت قول دلوقتي يا ثروت البتاع دي لو قريتك في سرتك هتبقى مشكلة. هتشد الطبة وفي بسلة كتير هتنزل. اسال سؤال وترد عليا بكل صراحة. خش بقى بسرعة ثروت يخرب بيتك يا عمي. هم دلوقتي في موسم التزاوج. والله بص طب احنا جينا في وقت غير مناسب. يا ابني رامز والنبي ما قربوش مني يا رامز. بالراحة يا اسود. الحاجات دي وطي صوتكم النبي يا رامز. طب اهدى ما بحبش الحاجات دي والله. ولا الحاجات دي لا ثروت ما تبقاش انسان مستفز. يا نهار اسود يا ثروت انت بتعمل احنا جايبين قرود. بص يا ثروت يا بيبقى يا عم تعمل يا ابنك كده هتاكلنا. يا بتعمل تعالى والنبي بس والنبي
لا ايه ده؟ يا نهارك اسود، هيقربوا مننا يا ابني ديهم انت تعالى كده. لا خليك في داري. ماشي خليك في داري. ماشي بيضحي بصوره. ما تخافش بقى صوتك مزعج. كتك البالة. اسمع كلام بابا يا ولد، بابا فرارجي وبيعرف يتعامل مع الطيور. هات السكينة اللي جنبك. هات السكينة. أسس سراويل، دي مرحلة كومبريسور الوداع. يا ولاد اللعيبة. بعدها هتتبلوروا وتخرجوا من هنا 2 فنانين جداد أصحاب رسالة. شغل يا ابن الإعصار. ما حصلناش حاجة يا راجل. اهو عايشين نرجع. انت فين؟ الله يخرب بيتك يا راجل، انا هعالجه نفسيا النهارده. سقفة جامدة يا جماعة لمحمد صالح يوسف. بارك لكم. الضفادع البشرية. شكرا.